بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إن شاء الله هنعرف الانترفيس بتاع البرنامج مايكروسوفت بروجكت. البرنامج سهل وبسيط، صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال نروح على البرنامج زي ما حضرتك شايف كده، اللهم صل على النبي. عندنا هنا فايل، تاسك، ريسورس، ريبورت والحاجات دي. تعال نشرحهم كده سريعا. موضوع سهل وبسيط جدا، وهو برنامج سهل وبسيط إن شاء الله. تعالى كده نروح عليكم مثلا على فايل. عندي هنا هوم بتاعتي، جميل. تاني واحدة نيو، لو أنا مثلا عاوز أعمل مشروع جديد وليكن يبقى بلانك بروجكت. وعندي طبعا بعض المشاريع اللي الجهاز بيجيبها لي. طبعا أنا فاصل النت من عندي. سيرش فور اونلاين تمبلت، أنا ما معيش نت حاليا. طيب أوبن، لو أنا مثلا عاوز أفتح مشروع قديم، جميل. ودي اللهم صل على سيدنا محمد. عندي برضو الانفورميشن بتاعت المشروع، وسيف وسيف از وبرنت والحاجات البسيطة دي. تعال نرجع تاني. عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، كليب بورد، فونت، سكيدجول، حاجات سهلة وبسيطة. ماشي، تعال نبدأ من فوق. طبعا اللي فوق ديت سيف، انك مثلا لو انت عايز سيف. طبعا لو ضغطت عليها انا اساسا مش مسيف الحاجة ديت، فقشطة. فهو بيقول لي سيفها الأول وبعد كده اعمل سيف. طيب جميل. هنا وليكن مثلا لو انا مثلا لو انت ده كده بلون أصفر وعايز اتراجع، في هنا ان انا اقدر ارجع اللي هو اندو، اضغط عليها تراجعت عن الامر الجميل ده. طيب لو جيت هنا هتلاقي برضو هنا ريدو، الامر اللي انا عامله اضغط عليه رجعه لي تاني، وهكذا. طبعا في كنترول زد، جميل. نفس الاكسل بالظبط. وعندي هنا مثلا لو انا عاوز برنت فيو. طيب لو جيت هنا كده في الجنب بقول لك هنا كاستمايز كويك اكسس تول بار، اضغط عليها. لو انا مثلا عاوز اضيف مثلا وليكن مثلا نيو، تبقى هنا كده شوف هتلاقي هنا نيو، اضغط عليها. وانا عايز اعمل واحد جديد، ادينا عملت واحد جديد. طيب تعال نقفله من هنا، جميل. وهكذا. طيب عندي هنا اوبن، لو انا عاوز مثلا افتح مشروع جديد، اوبن يقول لك يلا يا سيدي اعمل براوز وشوف مشروعك القديم من هنا، او مثلا تختاره من هنا لو كان موجود. وهكذا. الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب تعال نرجع. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن اروح كليك يمين وانا واقف هنا واروح عامل اد تو اكسس تول بار، هتلاقيه انضاف هنا كده زي ما انت شايف. تعالوا ليكن مثلا على الديتيل دي او سكرول تو تاسك، اضغط عليها كليك يمين اد تو كويك اكسس تول بار، اضغط عليها هتنضافه هنا. طبعا تقدر تضغط عليها من هنا برضو، تعمل ريموف تحذفها، ريموف تحذفها، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب عندنا هنا برضو اللهم صل على سيدنا محمد. لو دبل كليك هنا كده هتلاقي ان الريبن هنا الحاجات اللي جواها اختفت، دبل كليك عليها تاني هتلاقيها ظهرت تاني. ونفس الفكرة برضو هنا، لو انا جيت من هنا كده وضغطت عليها تلاقيها قفلت. كليك دبل كليك هنا كده مثلا هتلاقيها رجعت تاني، وهكذا. طبعا ممكن اروح اعملها من هنا واي مثلا اروح بس ضغطه واحده بس هتروح ظاهره لك. ولو مثلا لو جيت هنا مثلا عملت اي حاجه هنا هتختفي. يعني لو رحت هنا على التاسك ضغطت على التاسك ضغطه واحده هتلقاها ظهرك، تقدر تختار. مثلا لو جيت هنا مثلا ضغطت هنا كده تلاقيها اختفت، وهكذا. دبل كليك مثلا على التاسك او بروجكت مثلا، دبل كليك هنا هتلاقيها رجعت تاني، جميل. طبعا عندي هنا تاسك وريسورس، دي الحاجات الجميله بتاعتنا، وريبورت وبروجكت وفيو، وبعض الحاجات التانية ان شاء الله هنبقى نشرح منها بعد الحاجات اللي هتفيدنا بإذن الله تعالى. وبكده نكون خدنا زي نظام معلومات عامة عن الحاجة، عن الواجهة بتاعت البرنامج، والواجهة سهلة وبسيطة خالص. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.